عايز اكلمكم عن مباراة امبارح اللي هي مباراة الاسماعيلي ونادي الزمالك. والمباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين الفرقتين. مباراة كانت كويسة جدا من الفرقتين. من فريق الاسماعيلي امبارح كان بيلعب دفاعيا، دفاع منطقة، كان بيلعب على هجمة مرتدة. الزمالك كان طبعا يعني بيلعب هجومي، وراح على مرمى احمد عادل عبد المنعم كذا مره وضيعوا كذا فرصه. لولا احمد عادل عبد المنعم تألق امبارح صراحه في كذا كره من نادي الزمالك. والدفاع ايضا كان في ضربه جزاء النادي الاسماعيلي امبارح غير محتسبه. نادي الفرج الاسماعيلي اعتمد بشكل كبير جدا على المهارات الفرديه لعبد الرحمن مجدي، اللي جات له كذا كوره وما تصرفش فيها صح وشاطها. لا يشوط الكرة فوق، لا يشوط الكرة ضعيفة في ايد الجون، في ايد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك. نادي الفرج عجبني قوي في الضغط بدون كرة على المنافس. يعني في ماتش سيراميكا برضو عملها. يعني لعيب كويس قوي الصراحة، وهو مستقبل النادي الفترة اللي جاية دي. الاسماعيلي محتاج مهاجم. إيريك تراوري ما اثبتش نفسه لحد دلوقتي، ومتهيألي غير جاهز اصلا للمشاركة. بيلعب دفاعيا اكتر ما بيلعب هجوميا. احنا عايزين إيريك تراور ده يبقى في منطقة الجزاء. لا، انا بشوفش إيريك تراور بيلعب مهاجم اساسي، انا بشوفه بيلعب مهاجم متأخر. يعني انا بشوف المهاجم دلوقتي هو نادي الفرج، بيعتمد عليه الاسماعيلي، نادي الفرج وعبد الرحمن مجدي. إيريك تراوري يعني ما بشوفوش خالص، بيجيله فرص كتير في منطقة الجزاء لانه مش بيظهر كتير. المباراة القادمة للنادي الإسماعيلي هيلاعب الجونة يوم الاثنين 26/2 الساعة 4 مساء. وبعد كده هيلاعب على طول الإسماعيلي وبلدية المحلة، هتتلعب يوم 7/3 الساعة 7 مساء. مهم جدا إن الإسماعيلي يكسب المباراة القادمة، المباراتين القادمتين، أو مباراة واحدة منهم مباراة مكسب وتعادل حتى، تمام، عشان يعني يبقى في مركز مطمئن في الدوري عن كده، تمام. وبعد كده نبقى ندور بقى على المنافسة. ترتيب النادي الإسماعيلي بعد انتهاء المباراة: الإسماعيلي مركز 14 معاه 12 نقطة. الفيديو بشكركم قوي، لو فيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد أنا أقدمه يوصل لكم. شكرا لكم.